ولادي دول ما بيسمعوش الكلام ابدا، ده انا تعبت وزهقت يا ساتر يا رب، يا لهوي عمرهم ما بيبلوا ريقي بكلمة حلوة. تعبت خلاص، تعبت مش عارفة اعمل ايه. كتير قوي بنلاقي نفسنا ان احنا بنشتكي من ولادنا قدام كل الناس ومع طوب الارض قدامهم. دايما نقعد مثلا نمسك تيتا والولاد قاعدين نقعد نقول لها دودو دودو دودو، ده الولاد ما بيسمعوش الكلام وما بيعملوش وما بياكلوش واقعد احكي لها واشتكي لها من الولاد ومن تعبهم، وافضل اكل ودانها من كتر الشكوى فيهم. وطبعا مين اللي سامع بقى وعمال ودانه هو كمان اتاكلت؟ الولاد. الطفل لما بيسمع ماما بتقعد تشتكي منه، كل الكلام اللي هي بتقوله ده بيتحول جواه لهويته. يعني ايه؟ يعني بيقول ايوه انا كده وانا فعلا كده، انا ما بسمعش الكلام فمش هسمع الكلام، انا ما باكلش مش هاكل تاني، انا كده وماما بتقول عليا كده يبقى انا كده. وفعلا بيطبق كل الكلام اللي ماما بتشتكي منه بحذافيره. يا ستي ده حتى الشكوى لغير الله مذله. طيب امال اعمل ايه؟ اموت بحسرتي؟ انفجر؟ ما انا عايزه احكي، عايزه اطلع اللي جوايا. يا ستي ما قلناش حاجه، احكي بس مش قدام الولاد. ما تحكيش اي حاجه سلبيه عن الولاد قدامهم. دايما لما يكونوا قاعدين تتكلمي عنهم بطريقه ايجابيه، يشوفوا ماما دايما شايفاني حلو وشايفاني كويس وشايفاني بسمع الكلام وباكل، المشكله المتعارف عليها دايما. دايما يسمعوا ماما بتتكلم عني بطريقة كويسة. ليه؟ علشان لما بيسمعوا ماما بتتكلم عني بطريقة مش حلوة، بيحسوا ان ماما ما بتحبنيش، فبتشتكيني لطوب الارض، بتشتكيني لاي حد، لتيتا وطنط وجد وعم وبابا وكل الناس دايما تشتكيني. وطبعا لما الطفل يحس ان ماما مش بتحبه، ثقته في نفسه هتتهز، وده هيأثر عليه نفسيا كتير جدا، وهيبتدي يحس ان هو مش محبوب وان هو بعيد عن ماما، بتبتدي يحصل فيه مسافة ما بيني وما بين ماما، وابتدي ابعد عنها وابتدي ادور على مصدر تاني للحب غير ماما، لانه ماما ما بتحبنيش. تاني حاجة، الطفل بيبتدي يفقد الثقة في ماما، انه انا اي حاجة هعملها او اي حاجة هقولها لها ماما هتروح تحكيها لطوب الارض، هتروح تحكيها لكل الناس. فانا ما ينفعش اقول لها اي اسرار، ما ينفعش اقول لها اي حاجة، علشان ماما خباصة بتروح تحكي كل حاجة. فانا ما ينفعش احكي لها على اي حاجة خالص، علشان هي مش هتسكت، كل الناس هتعرف السر بتاعي. طيب امال اعمل ايه؟ اموت بحسرتي؟ افضل كاتمه في نفسي كده وما احكيش؟ يا ستي احكي، احكي براحتك بس مش قدام العيال. دايما نتكلم قدام ولادنا عنهم بطريقه حلوه، بطريقه كويسه، اشكر فيهم، نقول ده انا حتى لو هما ما بيعملوش الكلام اللي انا بقوله ده. ما بياكلش اقول بياكل، ده شاطر قوي يخلص الطبق بتاعه كله. ده مش كذب، ده تشجيع بطريقه غير مباشره، ان انا بتكلم عن، مش لازم افور قوي واضخم قوي واقول ده خلص الطبق بتاعه هو ما اكلش منه رزايه واحده، لكن اقول لا ده شاطر وقعد على الاكل وهيخلص الطبق بتاعه بكره. ابتدي اشجع بطريقه غير مباشره، هو لما يسمع الكلام ده يبتدي يقول طب ما انا فعلا اعمل كده، طب ما انا اكل الطبق بتاعي كله علشان يسقفوا لي اكتر. يبتدي هو يتشجع ويبتدي يحس ان ماما بتحبه وشايفاه دايما حلو، حتى لو هو ما اكلش، حتى لو هو ما سمعش الكلام. يبتدي يحس ان ماما بتحبه وبتشايفاه دايما ان هو حلو، حتى لو هو بيعمل حاجه غلط ماما بتحبني ودايما شايفاني حلو. كمان ان انا اتطمن قوي قوي قوي، لو مضطره قوي ومكبوته قوي ومحتاجه ان انا احكي يعني عن الولد، اتاكد مليون في الميه ان هو مش سامعني، لانه فعلا فعلا الاطفال بيتجرحوا قوي قوي لما بيسمعونا بنتكلم عنهم بطريقه سلبيه، بيتوجعوا جدا. تخيلوا انا مثلا ابقى قاعده في الشغل واسمع اتنين جنبي بيتودودوا مع بعض وعمالين يتكلموا عليا، ما انا هتجرح وهتعب نفسيا جدا. او اسمع مثلا بابا بيتكلم مع تيتا مامته عني، طب ما انا هزعل من بابا جدا ان هو بيتكلم عني بطريقه مش حلوه، ودي هتبقى خناقه لرب السماء، وهيبقى عندي حق على فكره. طيب ليه انا اعمل كده في ولادي؟ ده مش صح خالص ان انا اتكلم عنهم بطريقه سلبيه، حتى لو هما بيعملوا فعلا حاجات غلط. دايما اشكر فيهم واشوفهم حلوين، واخلي الناس اللي حواليا تشوفهم حلوين، لان ولادي فعلا حلوين. حتى لو هما ما بيسمعوش الكلام، حتى لو هما ما بياكلوش اكلهم، حتى لو بيعملوا كل حاجه وحشه في الدنيا، هما برضو حلوين، هما ولادي وهديه من ربنا. ودايما انا بحبهم، حبي ليهم عمره ما يتاثرش. هما لازم توصل لهم ده، لازم يوصل لهم ان انا حبي ليهم ما بيتغيرش ابدا مهما عملوا. هيوصل لهم ازاي بقى وانا ما بتكلمش عنهم بطريقه حلوه؟ لازم اتكلم دايما عنهم بطريقه حلوه وبطريقه كويسه. مش هتكبت ومش هكتم في نفسي ومش هموت بحسرتي، لكن هتكلم عنهم دايما قدامهم بطريقه كويسه. لو محتاجه احكي قوي يبقى اكون متاكده مليون في الميه ان هم مش سامعيني، علشان ما يتجرحوش ومشان ما يتضايقوش. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ميرسي، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.